كان جونغ جي هون شابا عاديا في حياته السابقة، يعيش حياة رتيبة لا مفر منها. كان يشعر وكأن حياته لا تحمل أي معنى، لا أمل ولا تحديات. رغم أنه كان يعتقد أن الأمور ستتحسن، كانت الأيام تمر بنفس الروتين الممل. في محاولاته للهروب من هذه الحياة، اكتشف لعبة جديدة تسمى موري لوجين. في البداية، اعتقد أنها مجرد لعبة أخرى قد تثير اهتمامه لبضعة أيام، لكنه لم يكن يعرف أنها ستكون بداية لرحلة غيرت مجرى حياته بالكامل. قرر جونغ جي هون أن يخوض هذه المغامرة في اللعبة، آملا أن يجد فيها شيئا يحقق له الإثارة التي يفتقدها. عند دخوله إلى اللعبة، فوجئ جونغ جي هون بأن العالم الذي دخل إليه ليس مجرد لعبة عادية، بل هو عالم مليء بالتفاصيل المعقدة والمخلوقات الأسطورية. شعر بأن هذه ليست مجرد تجربة افتراضية، بل واقع جديد تماما. في البداية، كان عاجزا عن فهم هذا العالم، لا يعرف كيف يتفاعل مع المخلوقات الضخمة التي يراها أو كيفية القتال ضد الأعداء. كما اكتشف أن قوانين اللعبة تختلف عن أي شيء كان يتوقعه، وأنه ليس مجرد شخصية داخل لعبة، بل هو كائن حقيقي في هذا العالم الجديد. كان جونغ جي هون في البداية ضعيفا للغاية مقارنة بالمحاربين الآخرين الذين قابلهم في هذا العالم. لم يكن لديه أي مهارات قتالية أو قدرة على مواجهة التحديات التي واجهها. ومع ذلك، كان لديه إرادة قوية تدفعه للاستمرار في المحاولة. في إحدى المغامرات، عندما كان يحاول البقاء على قيد الحياة، لاحظ أن هناك شيئا غريبا يحدث له. اكتشف أنه يمتلك قدرة خاصة، وهي القدرة على نسخ تقنيات القتال التي يراها من المحاربين الأقوياء. هذه القدرة سمحت له بتعلم مهارات جديدة بسرعة أكبر، مما جعله يبدأ في تعزيز قوته تدريجيا. مع مرور الوقت، أصبح جونغ جي هون أكثر فهما لهذا العالم، وبدأ في تطوير نفسه كقاتل قوي. كان يقابل مجموعة من المحاربين الذين كان يتعلم منهم تقنيات جديدة، وكان يبدأ في التدريب على أساليب قتال مختلفة. على الرغم من أنه كان لا يزال يواجه تحديات كبيرة، إلا أن عزيمته كانت تزداد قوة. كان يلاحظ أن هذا العالم ليس مجرد مكان للقتال، بل هو مكان مليء بالأسرار. كانت هناك قوى مظلمة تتربص بهذا العالم، وكان جونغ جي هون يعلم أن عليه أن يكون مستعدا لمواجهتها في المستقبل. في أحد الأيام، تعرض جونغ جي هون لهجوم من مجموعة من الوحوش التي كانت تهاجم القرى المجاورة. كان عليه أن يتعاون مع بعض المحاربين الآخرين ليتمكن من هزيمتهم. ورغم صعوبة المعركة، نجح في النهاية في استخدام تقنيات جديدة لصد الهجوم. هذا النجاح الأول من نوعه جعله يشعر بمزيد من الثقة في نفسه وفي قدراته، وأصبح أكثر تصميما على أن يصبح محاربا قويا في هذا العالم. لكن لم يكن هذا هو التحدي الأكبر الذي كان يواجهه. بدأ جونغ جي هون يكتشف أن هذا العالم مليء بالمؤامرات والأسرار، وأن هناك قوى مظلمة تسعى للسيطرة عليه. في بعض الأحيان، كان يجد نفسه متورطا في معارك لا يستطيع الفوز فيها، لكنه كان دائما يستمر في القتال، مؤمنا أنه سيصل في النهاية إلى القوة التي يحتاجها للنجاح. كان كل يوم يمثل تحديا جديدا له، وكلما زادت صعوبة المعارك، زادت عزيمته على المضي. دخل جونغ جي هون إلى عالم موريم لوجين، وهو يشعر بالحيرة والارتباك، فالعالم من حوله كان غريبا وغير مألوف بالنسبة له. كان في البداية لا يعرف كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد، وقد شعر كما لو كان قد عزل عن العالم الذي كان يعرفه تماما. لم يكن يدرك تماما ما الذي كان ينتظره في هذا العالم المليء بالقوى الغامضة والمخلوقات الأسطورية. كانت فكرة أن يكون جزءا من لعبة بهذا الحجم تبدو خيالية، لكنه كان عازما على استكشاف هذا المكان حتى لو لم يكن يفهم كل تفاصيله في البداية. بينما كان يتجول في الأراضي المجهولة، اكتشف أن قوانين هذا العالم تختلف تماما عن أي شيء شاهده من قبل. كان هناك قوة حقيقية في كل حركة وكل كلمة ينطق بها، وكان يجب عليه أن يكتسب المهارات القتالية بسرعة كي يتمكن من النجاة. ولكن على الرغم من سعيه المستمر لتعلم هذه المهارات، كان لا يزال يفتقر إلى القوة اللازمة لمواجهة التحديات الكبيرة التي كانت تظهر أمامه. كان يشعر بأنه ضعيف للغاية مقارنة بمن حوله، حيث كان يواجه محاربين وأعداء يمتلكون قوى خارقة وأسلحة قوية، ما جعله يشعر بالعجز في البداية. لكن في تلك اللحظات من الضعف، بدأ جونغ جي هون يلاحظ شيئا غريبا.
كان بإمكانه تعلم تقنيات جديدة بسرعة غير مسبوقة، وكلما شاهد محاربًا آخر وهو يقاتل، كان يستطيع نسخ تقنياته بشكل ما، وكأن هذه القدرة كانت جزءًا من طبيعته. كانت هذه المهارة، على الرغم من كونها جديدة وغريبة بالنسبة له، بداية لتمكينه في هذا العالم. اكتشف أنه يمتلك القدرة على تطوير نفسه بشكل أسرع بكثير مما كان يتوقع، وأن هذه القوة قد تكون هي مفتاحه للبقاء في هذا العالم المليء بالمخاطر. في إحدى المغامرات، وجد جونغ جي هون نفسه في مواجهة مع مجموعة من الوحوش الضخمة التي كانت تهاجم إحدى القرى. كان يعلم أنه لا يمتلك القدرة الكافية لمواجهة هذه الوحوش بمفرده، لذا قرر أن يتعاون مع مجموعة من المحاربين الذين كان قد قابلهم سابقا. كانت تلك هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع آخرين لمقاتلة تهديد مشترك، ومن خلال هذه المعركة بدأ يدرك أهمية العمل الجماعي وأهمية تعلم المهارات من المحاربين الأقوياء. بعد انتهاء المعركة، شعر جونغ جي هون بشيء من الفخر لأنه تمكن من النجاة وأظهر مهارات قتالية جيدة، رغم أنه ما زال في بداية طريقه. بدأ يلاحظ أن هذا العالم ليس مجرد مكان للقتال، بل هو عالم مليء بالأسرار والتحديات التي لا يمكن التنبؤ بها. أدركوا أن هناك قوى مظلمة بدأت تظهر في الظلام، وأنه سيحتاج إلى قوة أكبر لمواجهة الأعداء الأقوياء الذين كانوا يختبئون في الخفاء. لكن جونغ جي هون لم يكن يعرف بعد حجم التحديات التي ستواجهه. في الأيام التالية، بدأ يواجه شخصيات غامضة تمتلك قوة غير عادية، وتكتشف له أسرارا عن هذا العالم المظلم الذي يختبئ خلف الواجهة الجميلة التي كان يراها في البداية. بينما كان يتقدم في مغامرته، بدأ يكتشف المزيد عن نفسه وعن قدراته غير العادية التي كانت تنمو تدريجيا، ليبدأ في إدراك أنه قد يكون أكثر من مجرد لاعب في هذه اللعبة، وأن مصيره قد يكون مرتبطا بمصير هذا العالم. في هذا العالم الغريب الذي دخله، جونغ جي هون بدأ في إدراك أن حياته السابقة كانت مجرد بداية لما هو أكثر تعقيدا. اكتشف أن قوته المتنامية لم تكن مجرد صدفة، بل كان هناك شيء أكبر من ذلك. مع مرور الوقت، بدأ يتعلم أن هذا العالم لا يتطلب منه فقط أن يكون قويا جسديا، بل يجب أن يكون قويا عقليا وروحيا أيضا. كانت التحديات التي يواجهها تتطلب أكثر من مجرد مهارات قتال، كانت تحتاج إلى استراتيجيات وخطط ذكية. بدأ جونغ جي هون في التدريب بشكل مكثف على تقنيات القتال التي كان ينسخها من المحاربين الآخرين. مع كل معركة جديدة، كان يكتسب مهارات جديدة، ويصبح أكثر قوة. أصبح قادرا على التحكم بأسلحته بشكل أفضل، وأصبح أكثر تناغما مع تقنيات الفنون القتالية التي تعلمها. إلا أن مشكلته الكبرى كانت في التكيف مع هذا العالم الذي لا يشبه أي شيء كان يعرفه من قبل. بينما كان يتقدم في مغامرته، بدأ جونغ جي هون في مقابلة شخصيات جديدة، بعضها كان يتسم بالقوة والعزم، وبعضها كان غامضا ومراوغا. كان البعض منهم يحاول مساعدته وتوجيهه في مسيرته، بينما كان آخرون يحاولون استغلاله أو دفعه نحو الطريق الخاطئ. مع مرور الوقت، اكتشف أن هذا العالم لا يقتصر فقط على القتال، بل هناك مؤامرات خفية وتهديدات كبيرة تهدد كيانه. في أحد الأيام، واجه جونغ جي هون تحديا جديدا عندما أجبر على مواجهة أحد المحاربين الأقوياء الذي كان يعتبر لا يقهر في هذا العالم. كانت المعركة عنيفة، لكن جونغ جي هون استخدم تقنيات جديدة تعلمها في وقت قصير، وتمكن من تحدي خصمه بشكل غير متوقع. تلك المعركة كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرته، حيث اكتسب المزيد من الثقة في نفسه، وأصبح أكثر إدراكا لما هو قادر على فعله في هذا العالم. رغم الصعوبات التي واجهها، بدأ جونغ جي هون في إدراك أن هذا العالم أكبر وأخطر مما كان يتخيل. بدأ يشعر وكأن مصيره مرتبط ارتباطا وثيقا بمصير هذا العالم. بينما كان يواصل رحلته، بدأت تظهر له خيوط من الأسرار التي تشرح سبب وجوده في هذا العالم. كان يشعر أنه ليس مجرد لاعب في هذه اللعبة، بل جزءا من قصة أكبر بكثير. بينما كانت مغامرته تتطور، بدأ يكتشف أيضا قدرات جديدة بداخله. هذه القدرات كانت مرتبطة بشيء غامض لم يكن يفهمه تماما، ولكنها كانت تعطيه دفعة كبيرة في مواجهة التحديات التي يواجهها. مع مرور الوقت، بدأ جونغ جي هون في استخدام هذه القوى بشكل أفضل، مما جعله يصبح أكثر استعدادا لمواجهة الأعداء الأقوياء الذين يعترضون طريقه. بدأت تتكشف أمامه الحقيقة أكثر فأكثر، وكان يتعلم أن هذا العالم لا يرحم، وأنه يجب عليه أن يكون دائما في حالة استعداد.
سواء كان ذلك من خلال التدريب المستمر أو من خلال البحث عن الأسرار التي قد تساعده في المستقبل. كان جونغ جي هون يدرك أنه لا يمكنه البقاء في هذا العالم دون أن يكون قويا بما يكفي لمواجهة أي تهديد. في إحدى المعارك الكبيرة، كان عليه أن يتعاون مع بعض المحاربين الآخرين لمواجهة جيش من الوحوش التي كانت تهدد إحدى المدن الكبرى في هذا العالم. كانت المعركة شرسة، لكن التعاون بين المحاربين كان مفتاحا للنجاح. ورغم أن جونغ جي هون كان لا يزال يفتقر إلى الخبرة مقارنة بالآخرين، إلا أنه أظهر شجاعة وحكمة غير متوقعة في ساحة المعركة، ما جعله يكسب احترام الآخرين ويثبت لنفسه أنه قادر على مواجهة أي تحد. بينما كانت المعركة تقترب من نهايتها، بدأ جونغ جي هون في إدراك أن هذه المعركة لم تكن سوى بداية لسلسلة من التحديات أكبر. كان يعرف أن عليه أن يظل مستعدا لمواجهة أعداء أقوى وأكثر خطورة. ومع اكتسابه المزيد من المهارات والقدرات، أصبح جونغ جي هون أكثر قناعة بأن مصيره في هذا العالم مرتبط بمهمات أكبر بكثير من مجرد البقاء على قيد الحياة. في هذه اللحظة، كان يعلم أن الرحلة التي بدأها لم تكن مجرد مغامرة في عالم افتراض، بل كانت رحلة شخصية تتطلب منه أن يطور نفسه بشكل مستمر، وأن يكون دائما مستعدا لأي تهديد قد يظهر في الأفق. كان جونغ جي هون يشعر بتغيير تدريجي في شخصيته منذ دخوله هذا العالم الغريب. لم يعد ذلك الشاب العادي الذي كان يعيش حياة رتيبة، بل أصبح محاربا يسعى دائما لتطوير نفسه. اكتشف أنه في هذا العالم لا مكان للضعفاء، وأن البقاء يتطلب أن يكون لديه مهارات وقوة عقلية غير عادية. بدأ في تعلم تقنيات قتالية أكثر تطورا، وشيئا فشيئا بدأ يكتسب القدرة على التغلب على الأعداء الذين كانوا في البداية أقوى منه بكثير. ومع كل معركة جديدة، بدأ يشعر بثقة أكبر في نفسه. في وقت لاحق، بدأ يلاحظ أن هذا العالم يحتوي على أسرار لا حصر لها. كانت هناك قوى مظلمة تسعى للسيطرة على هذا العالم، وكان جونغ جي هون يعلم أن عليه مواجهة هذه القوى في النهاية. كانت هناك إشارات تلميح له حول ماضيه، لكن لم يكن لديه الوقت الكافي للبحث عن إجابات. كان يجب عليه أن يواصل تقدمه، ويتحلى بالحذر، لأن العالم مليء بالمخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها. بعض المحاربين الذين قابلهم كانوا يبدون كأصدقاء، بينما كانوا في الواقع يمتلكون أجندات خاصة بهم، بينما البعض الآخر كان يظهر بمظهر العدو في البداية، ليكتشف فيما بعد أنهم ليسوا كما يبدون. في هذه المرحلة، بدأ جونغ جي هون في إدراك أن لا أحد يمكن أن يكون وحيدا في هذا العالم. كان هناك حاجة للتعاون مع الآخرين من أجل البقاء، وكان عليه أن يختار بعناية من يثق فيهم. على الرغم من أنه كان يواجه الكثير من التحديات وحده، إلا أنه تعلم أن قوة الفريق يمكن أن تكون العامل الحاسم في الانتصار. كانت المعارك الجماعية التي خاضها مع رفقائه في الطريق تمنحه دروسا في كيفية العمل مع الآخرين بشكل فعال. أصبح أكثر حكمة، وأدرك أن كل شخص في هذا العالم لديه قدرة فريدة يمكن أن تساهم في المعركة. بينما كان يواصل تدريبه وتطوير تقنياته القتالية، بدأ جونغ جي هون في تحسين قدرته على القراءة والاستفادة من بيئته المحيطة. كان يلاحظ أن هناك العديد من العناصر التي يمكن أن تساعده في المعركة، مثل التضاريس أو الظروف المناخية. تعلم كيف يستخدم هذه العوامل لصالحه في القتال، مما جعل أسلوبه القتالي أكثر تنوعا وفعالية. مع مرور الوقت، بدأ يصبح أكثر براعة في القتال، وبدأ يتغلب على المحاربين الأقوياء الذين كانوا في البداية يمثلون تحديا كبيرا بالنسبة له. رغم كل هذا التقدم الذي حققه، كان جونغ جي هون لا يزال يشعر أن هناك شيئا ما ينقصه. كان يعلم أن هناك أسرار تتعلق بماضيه، وأنه يجب عليه اكتشاف المزيد عن نفسه ليتمكن من مواجهة القوى التي تتهدده. بدأ يتتبع الخيوط التي قد تقوده إلى إجابات حول كيف دخل إلى هذا العالم، ومن كان وراء ذلك. لكن كلما اقترب من معرفة الحقيقة، كلما أصبح الوضع أكثر تعقيدا. كان يواجه تهديدات أكبر وأعداء أقوى، وكان العالم من حوله يبدو أنه يتغير بشكل مستمر، مما جعله يشعر بأنه يخطو خطوة واحدة للأمام وآلاف الخطوات إلى الوراء. في أحد الأيام، كان جونغ جي هون في مواجهة مع أحد الأعداء الأقوياء الذين كان يعتبره مصدر تهديد حقيقي. كانت المعركة طويلة ومرهقة، لكنه لم يستسلم، بل تمسك بأمل أن يخرج من هذه المعركة أقوى مما كان. في النهاية، استخدم كل ما تعلمه من مهارات وتقنيات، بل وحتى استراتيجيات ذكية لم يتوقعها العدو، ليتمكن من الانتصار عليه.
هذه المعركة كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدراته، وكانت بمثابة دليل على تقدمه الكبير في هذا العالم. ولكن مع كل انتصار، كان جونغ جي هون يعلم أن التحديات القادمة ستكون أكثر صعوبة. بدأ يدرك أن العالم الذي كان يظنه لعبة أصبح أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. كانت هناك قوى خارقة تحاول تحطيم هذا العالم، وكان هو أحد الذين سيقفون في وجه هذه القوى. أصبح أكثر تصميما على أن يواجه كل ما سيأتي ويثبت لنفسه وللآخرين أنه لا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق هدفه. بينما كان جونغ جي هون يواصل رحلته في هذا العالم الغريب والمليء بالتحديات، بدأ في إدراك حجم التغيرات التي تطرأ عليه. فقد كان في البداية مجرد شاب عادي، لكن مع مرور الوقت أصبح محاربا قويا، بل وأكثر من ذلك، أصبح يمتلك قوى خارقة كانت تتطور باستمرار. كانت قدراته تتزايد يوما بعد يوم، وكلما واجه صعوبة جديدة، كان يكتشف جزءا جديدا من قوته. في البداية كان يشعر أنه في عالم يضج بالأسرار، لكنه الآن أصبح جزءا من تلك الأسرار، وأدرك أنه لا يمكنه الهروب من هذا الواقع الذي ألقي فيه. كان عليه أن يتعامل مع التحديات بذكاء وأن يظل دائما في حالة استعداد. رغم التقدم الكبير الذي حققه، كانت هناك لحظات من الضعف والشعور بالعجز. كان لا يزال يواجه أعداء أقوياء يفوقونه في القوة والتجربة. ومع ذلك، كان في تلك اللحظات يتعلم أكثر عن نفسه. بدأ يدرك أنه لا يجب أن يعتمد فقط على قوته البدنية أو المهارات القتالية التي اكتسبها، بل يجب عليه أن يطور عقليته أيضا. في إحدى المعارك الحاسمة، كان يجبر على استخدام استراتيجيات ذكية لمواجهة خصمه، بدلاً من الاعتماد على قوته فقط. كان يحاول باستمرار الابتكار والبحث عن طرق جديدة للتغلب على المواقف التي كانت تبدو مستحيلة. ومع مرور الوقت، بدأت تظهر أمام جونغ جي هون خيوطاً جديدة من المعلومات حول هذا العالم الذي كان قد دخل فيه. بدأ في كشف بعض الأسرار التي كانت مدفونة في أعماق هذا الواقع المظلم. اكتشف أن هناك قوى قديمة كانت تسعى للسيطرة على العالم، وأنه كان جزءا من معركة أكبر بكثير من أي شيء كان يتوقعه. بدأ يفهم أن وجوده في هذا العالم لم يكن مجرد مصادفة، بل كان له دور مهم في تغيير مسار الأحداث. بينما كان يواجه أعداء أقوياء، بدأ يتساءل عن من كان وراء إرسالهم لمهاجمته، وكان يحاول جمع الأدلة ليكتشف من يقف وراء كل هذه المؤامرات. في هذه الفترة، بدأ جونغ جي هون في تحالف مع بعض المحاربين الذين كان يثق فيهم. كانت هناك شخصيات غامضة تظهر وتختفي، بعضها كان يساعده، بينما كان البعض الآخر يخفون نواياهم الحقيقية. لكنه، رغم كل شيء، أصبح أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحالفات المعقدة. كان يحاول أن يتعلم من الآخرين قدر المستطاع، لكنه كان حريصا على ألا يثق بأحد بشكل مطلق. كانت الثقة في هذا العالم من الأمور التي يجب أن تكتسب بعناية. إلى جانب كل التحديات الخارجية، كانت هناك تحديات داخلية كان يجب عليه مواجهتها. كان جونغ جي هون يواجه صراعات داخلية بين ما كان يريده وما كان يتوقعه. كانت هناك لحظات من الشك والخوف، لكنه كان يحاول دائما التغلب عليها. بدأ يدرك أنه لا يمكنه الهروب من مواجهة مصيره. كان عليه أن يتحمل المسؤولية وأن يكون قويا ليس فقط من أجل نفسه، بل من أجل كل من يعتمد عليه في هذا العالم المظلم. ومع تزايد التهديدات التي كانت تحيط به، بدأت تظهر أمامه فرص جديدة للارتقاء بقوته. تعلم تقنيات جديدة وطور أساليب قتال مبكرة جعلت من أسلوبه القتالي أكثر تنوعا وفعالية. كان يسعى باستمرار للتفوق على نفسه وتحقيق إمكاناته الكاملة. في أحد الأيام، وجد نفسه في مواجهة مع أحد المحاربين الذين كانوا يعتبرون الأعداء الأشداء في هذا العالم. كانت المعركة طويلة وصعبة، ولكن بفضل القوة التي اكتسبها خلال رحلته، استطاع جونغ جي هون التغلب على خصمه بشكل غير متوقع. كانت هذه المعركة نقطة تحول في مسيرته، حيث بدأ يشعر بثقة أكبر في قدرته. ومع تطور قدراته، بدأت تتكشف له جوانب أخرى من هذا العالم. كان هناك العديد من القوى التي كانت تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة، وكان بعضها يشكل تهديدا مباشرا لهذا العالم. بدأ جونغ جي هون في مواجهة هذه القوى المظلمة التي كانت تخطط للسيطرة على هذا العالم. كانت هناك صراعات داخلية بين القوى المختلفة، وكانت المؤامرات تتكشف بشكل تدريجي. وفي ظل كل هذه التوترات، أصبح جونغ جي هون يدرك أن معركته لم تكن فقط من أجل البقاء، بل كانت من أجل إنقاذ هذا العالم من القوى التي تهدد توازنه.
في هذه اللحظة، أصبح جونغ جي هون أكثر تصميما على المضي قدما في رحلته. أدرك أنه لا يمكنه التوقف الآن، وأنه يجب عليه مواجهة كل التحديات